بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في رومكم، روم نادي الاتحاد، روم نادي الوطن. ضيفنا هذا المساء صاحب صوت عذب مذهل عندما يغني لكيانه المحب، كأن النور لقلوبنا عاد، فكيف لا يعود وهو روح الجماهير. ها هو ابن الاتحاد وعندليب المدرجات الاتحادية وقائد جماهير الاتحاد. يرجع لنا الروح والحماس والطرب من الآن. الحروف تتناغم تحت أجواء نغمات وطرب وإحساس، فقد نحتاج لصالح لكي يصلح الكثير من الأمور، وهو فعلا فعلها أكثر من مرة في العديد من المباريات وقلب نتائجها بصوته من المدرج الشمالي. أحدث فرق في التشجيع في العالم العربي، وأصبحت أغانيه تتغنى من المحيط إلى الخليج. أحبوه الجماهير الأندية الأخرى قبل جماهير ناديه، لتميزه بأخلاقه العالية وأدبه مع الصغير قبل الكبير. دعونا نتعرف على ضيفنا وضيفكم ونستمتع بسيرته الذاتية له. حياك الله أستاذي صالح القرني في روم نادي الاتحاد الرسمي. بسلمك ويعافيك، وإن شاء الله يكون لقاء طيب. نناقش فيه أشياء حلوة وجميلة لصالح الاتحاد بإذن الله. طيب أستاذ صالح، طبعا هذا السؤال التقليدي باستمرار عندك، يعني تعرفنا على السيرة الذاتية والعمر. الله يحفظك إن شاء الله جماهير نادي الاتحاد. حبيبكم صالح القرني، متزوج 4 بنات الحمد لله. السن لازم ضروري سن 49 سنة الحمد لله. الله يعطيك الصحة إن شاء الله. طيب أستاذ صالح، نبغى نبدأ معك من البداية. يعني من بداية الرابطة الاتحادية، من بداية توليك لها، يعني كيف بدايتك من الرابطة الاتحادية؟ أول ما جيت لها ومين قدمك للرابطة؟ والله رابطة المشجعين طبعا كمشجعين نشاهد المباريات. بعد كذا صرنا دخلنا في مجال الرياضة وسجلنا كلاعب كرة قدم في نادي الاتحاد. بعد كذا سجلت لاعب كرة طايرة في نادي الاتحاد. بعد كذا تركت المجال الرياضي كلاعب، انضميت لرابطة المشجعين عام 1403 طبعا عن طريق اخوي وحبيبي عبد الغني الغامدي، كان ايام المرحوم عبد الله شعيب رئيس رابطة المشجعين. استمريت معاهم لحد ما توفى المرحوم عبد الله شعيب الله يرحمه. بعدها بكذا سنة رشحت لرئاسة الرابطة عام 1412 وإلى الآن في مسؤولية رابطة المشجعين. طيب أستاذ صالح، أول ما توليت الميكروفون كانت البدايات كيف كانت؟ يعني هل كانت عندك المقدرة الداخلية انك فعلا انت شايف الشيء هذا سهل، ولا شايفه صعب انه فعلا انه امسك وقود جماهير الاتحاد؟ هو مواجهة الجمهور صعبة، لكن انا متعود على هذا الموضوع لانه احنا يعني عايشين جو الطرب وجو الانس في المناسبات، في الزواج، في مناسبات الاعياد، في كل المناسبات اللي في الحي عندنا. عشان كذا ما كان في تردد او في خوف او في الجمهور مشكله، مقابله الجمهور مشكله، لكن اللي متعود من اول فحتكون عنده طبيعيه طبعا. فطبعا اول ما مسكت الميكروفون الوضع مختلف هنا انك تمسك الميكروفون في ملعب غير انك انت تكون تؤدي في فرح او في شيء. لكن اللي يؤدي وسط جمهور الاتحاد ما يجي له الخوف، لسبب لانه يساعدك على انك انت تقدم شيء طيب. طيب استاذ صالح، بالنسبه للبدايات، علق البدايات لانه اكثر اللقاءات الصحفيه اللي سويتها ما كانت تتكلم عن البدايات. هل واجهت مصاعب انك تمسك قياده رابطه الاتحاد؟ لا، هو في البدايه عضو عادي في الرابطه، ايام ما كان المرحوم عبد الله شعيب هو رئيس رابطه المشجعين. بعد كذا ما كان في يعني مشكله بالنسبه قيادة الجماهير لأسباب كثيرة. أول شيء المجموعة اللي معايا من يوم ما بدأنا ومتواجد أغلبهم إلى الآن
كانوا ناس يعني ما شاء الله يحبوا الاتحاد، واللي يحبوا الاتحاد دائما يساعدوا، حتى في بعض الاماكن الثانيه او الروابط الاخرى حسب ما يوصلني من المعلومات، والله اعلم صحيحه او لا، انه الانسان اللي يجي جديد يلاقي مضايقات، يلاقي عندنا ما عندنا مضايقات، اللي يجي الله يحييه في اي وقت يشجع، عنده امكانيات صوت كويسه يجي ما عندنا مشكله، نسوي له اختبار بسيط كذا اذا كان عنده امكانيه. طبعا في الوقت الحاضر ما شاء الله تبارك الله يعني 3 اظن كفايه في المدرج، لكن لو في واحد مميز الله يحييه. هذه دعوه عاد للاصوات الحلوه. طيب استاذ صالح، يعني اول شريط نزلنا اتحاد لعب يحل لك سند، وتوالت بعدها الاشرطه الاتحاديه. ايش الشريط المقرب لصالح؟ يعني دائما كذا لما يبغى يسمع كذا يدندن كذا بينه وبين نفسه اي شريط يعني؟ هو دائما الاولاد الروابح طبعا. أكيد. هو اول شريط كان فيه يعني اسلوب الغزل فيه اكثر من الغنى والطرب، فاغلب الناس تلاقيهم الى الان يعني يقول لك الشريط الاول هو اميز، لانه كان في كلام غرام وكلام غزل وكلام. بعد كذا بدا الشباب الجديد يطلب الحاجات النقازيه كذا القويه، الصد والرد، ما يبغوا عشان بطولات طبعا تحتاج شيء فاير يعني مجنون. فهذا الموضوع، لكن هو اول شريط يمكن عشان اول حاجه واول باكوره انتاج كذا كان له وضع ثاني. طيب استاذ صالح، بالنسبه للافكار التي تطرح على الرابطه، يعني كما اعرفك يعني شخصيا، يعني عندك تقبل ان اي واحد يجي يقترح على الرابطه ويعني الشيء اللي هم انتم تقدروا تسوونه. طيب استاذ صالح، هل في افكار كثيره طبقت يعني من جماهير جات وقالت لك استاذ صالح ليه ما تسوي كذا؟ طبقت الاشياء هذه بنسبه كبيره؟ والله في اشياء ممكن تصير وفي اشياء مش ممكن، لانه في اشياء ممنوعه دخولها الملعب، وفي اشياء رغم انه اشياء بسيطه يعني اعلام شيلان، العصي تبع الاعلام، هذه الاشياء من الجماليات اللي تخش الملعب، لوحات مكتوب عليها كتابات، يعني بالعكس الاشياء هذه تزيد جمال الملعب. هم ماخذين يعني يمكن امنيا ماخذين على انه فيها اساءه للخصم او في بالعكس ما فيها، لكن في اشياء كثير طبقت منها بعض الحركات يعني، وبعض اللزم وبعض الصفقات واشياء زي كذا، اقتراحات كانت موجوده وطبقت. في افكار ثانيه ما احنا قادرين نطبقها لانه كلمه ممنوع دائما يعني تكون حاجز قدام بعض الاشياء. طيب استاذ صالح، بالنسبه لرابطه الاتحاد، طبعا زي ما اعرف وسمعت يعني من اعضاء كثير في رابطه الاتحاد، التجمع قبل المباراه بساعات يعني 3-4 ساعات، هل هي استاذ صالح التهيئه له للرابطه تقوم بها انت انه يكونوا متحفزين للمباريات، بالذات المباريات النهائيات او الدور اربع، يعني انت لما تجمع الرابطه بالذات في النادي يعني حسب ما سمعت يعني بينكم جماهير انه يتكفل بدائما بالمصاريف حقت العشاء وغيره، يعني هل انت شايف الشيء هذا مهم انك تهيئ الاعضاء الرابطه معك؟ هو اصلا شوف اللي يحب الاتحاد ما يعني ما ينتظر اشياء زي كذا، لكن هي من اساسيات الحياه انه لابد انه يكون في تجمع، لازم يكون في تواجد في مكان الحدث قبل الحدث بشيء بسيط. الاشياء كثير، ممكن البروفات، ممكن بعض الاحيان بعض اعضاء الرابطه يمكن يتقابل في المباريات، يمكن ما يتقابل الا في مناسبات، بعض الاحيان في النادي بعضهم ما يكون عنده فرصه انه يجي النادي، ورغم انه غالبيه اعضاء الرابطه متواجدين يوميا في النادي، لكن في بعضهم ما يكون متواجد، فحضوره بدري قبل المباراه بساعتين 3-4 ساعات يعني ياخذ وضعه مع اصحابه اللي له 5 أيام 4 أيام ما شافهم، اضافه الى انه في بروفات بعض الاحيان نسويها في الملعب، فحضورهم بدري يكون من العوامل اللي تساعدنا على انه نحن نعمل حاجه انتاجيه قبل المباراه.